مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، اهلا وسهلا. خديجة نعيمة Manuel, abogado, español. Española, mi hija, española. Habla español. Sí, un poco. Entonces solucionado. Entonces solucionado. مرحبا بك خديجة. تشرفين. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا. والله انا كبير هذا، مرحبا بك والله. مرحبا بك. والله يا والله راني فرحت بكم بزاف، شوي تخي تخي كونتون. ماريا السلام عليكم، مرحبا بكم اولا بعد قبل كل شيء، مرحبا بكم وسهلا، ولي الشرف الكبير التعرف على هذه الوجوه النيره ونلتقى معكم اليوم في باريس. هذا شرف لنا كبير. معكم حيدارة الزهراء، سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية مشروع الحكم الذاتي والتنمية المستدامة، ورئيسة الاتحاد العالمي لحقوق المرأة، ورئيسة المنظمة الدولية للدفاع عن الإنسانية. اليوم احنا هون جينا باريس نستقبلوا المناضلة الكبيرة خديجة اللي كاملينكم كتعرفوا قصتها وكاملين كتعرفوا الحكاية والعنف اللي مارس عليها من ابراهيم غالب اللي حاسب راسو بانه رئيس ديال البوليزاريو. فاليوم هي جات تشارك معنا وجات باش تقول لنا القصه ديالها الحقيقيه هي والمحامي ديالها. وانا اليوم اخترتكم نتوما تلاقاو فيها باش تسمعوا منها هي مباشره وتشوفوها مباشره. مرحبا بكم وسهلا، وهذا شرفني كبير اليوم بانني نشوف هذه الوجوه النيره. قلت لكم اجتمعنا اليوم، الاخت خرجت جاتنا من اسبانيا غتشارك معنا، وفي نفس الوقت بغينا نديروا يد في يد ونحاولوا نوصلوا، لانها قضيتها قضيه انسانيه، قضيه كل ام مغربيه، كل اخت مغربيه، كل زوجه مغربيه. قضيتها قضيه مهمه جدا، قضيه امراه تناشد المجتمع المدني، تناشد الراي العام بانه يتعاون معها باش تحقها من واحد الطاغيه اللي داس عليها وكانه ما اعتبرها بشر. فاليوم احنا كنناشدكم كجمعيات مجتمع مدني، كسيدات، كنساء، كاماتكم، خواتكم، بناتكم، باش تعاونوا معنا كاملين، نديروا يد في يد ونعاونوا الاخت خديجة تشد حقها بالقضاء، تشد حقها باي طريقه كانت. اللي خاصنا نتعاونوا نوصلوها للرأي العام الأوروبي، نوصلوها للمنظمات الدولية، نوصلوها لهيئة حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة. خاصنا نكافحوا احنا كجمعيات مجتمع المدني ونوصلوا قضية خديجة وقضايا أخرى اللي نساء ما تكلموا. مسكينات كاينين بزاف ديال النساء اللي ما تكلموا، ما عبروش لأنهم ما عندهمش ديك الشجاعة باش يتكلموا. خديجة كانت شجاعة باش قالت انا ها اللي وقع لي وها اللي وقع لي، ها اللي يعني حنا كنحترموا فيها هذه الشجاعه ديالها. فاليوم حنا كنكونوا مكان النساء اللي ما قدروش يتكلموا، اللي مساكن صامتات بزاف. فاليوم حنا رانا هذه الرساله كان عاطينها لكم امانه تعاونوا معنا فيها، نوصلوا الهدف. وهذاك اللي المجرم اللي غلط في حق خديجة وغلط في حق نساء اللي ما قالوا والو، مازال حان الوقت بانه الى العقاب اللي يستحق. اسمي الكامل خديجة محمود محمد زبير، صحراوية، خلقت في المخيمات، ناشطة حقوقية، تعرضت للاغتصاب في عمري 18 سنة. ده اللي تعرض علي وقتها كان سفير
للبوليزاريو حاليا هو فم جواب عن البوليزاريو. انا ما نقدر نقول اسمه لاني ما نبغي اسمه، لا نبغي قاعد يذكر. بن بطوش هو دل عليه اسم بن بطوش عن ابراهيم، لانه ابراهيم قعنبي ما يقدر ما وقع كيف. حاشا لله. انا نأيد اي مرأة ونحيي اي مرأة تدافع عن شرفها عن كرامتها، لانه ما في شيء احلى من العيشه بالكرامه والشرف. هذا النساء في المخيمات ممنوعات منه لدرجه ما تصور. وقد نحن ما ننسى على المخيمات بتناوع لإهانة النساء وقهر النساء لدرجه يعني اللي أدلوا لهم صف زمن بنيان المخيمات، وكل واحد يوقف ويختار في النساء. اذا عنا نحن اللي حكينا عن النساء في المخيمات ممكن ما نكمل ساعة ولا ساعتين ولا سنة ولا 3، لأني يعني هذا اللي شفته وعشته بجسمي وشفته بعيني. ما خالق شيء يتقبله، ما خالق حد يتقبل هذا النوع. ولكن ما يدعي عند ربنا، نحن شرفاء وعايشين شرفنا وعايشين كرامتنا، ونيتم ولا ندافع عن شرفنا وعن كرامتنا، ولا يدعي ما يدعي عند ربي دائما. أنا وصلت اليوم لباريس الحمد لله، وصلت بسلامة والتقيت بعدة جمعيات. إن شاء الله نشتغل كف على كف من أجل الكرامة والشرف وعن ما يدعي حق. ومبسوطة جيت اليوم لفرنسا، استقبلوني استقبال حلو، رحبوا بي وعزوني، وحسيت عني اللي عند أهلي وعند أحبابي وناسي، وشاكرتهم كثير كثير. مرحبا بك أختي خديجة، وأنتي وسط أهلك وكل تضامن الله مشروط معك. أنت الأخت وأنت الأم وأنت الابنة وأنت الزوجة، يعني وكل تضامن الله مشروط معك أختي خديجة. الله يعزك. السلام عليكم. هنا فاعل جمعوي الدفاع عن القضايا الوطنيه ديال الجهات القلمي موادنون. حنا كأخوتنا الصحراويين كاملين هنا ومعنا متعاملين اليوم فرحانين. جاتنا من المخيمات وهي مغربيه وقع لها مشاكل في المخيمات اللي هي كتهضر فمها، وحنا هذا الشيء استكرناه وما بغيناه لاخوتنا الصحراويين. وحنا دابا كفاعل جمعويين هنا كنستكروا هاد المسائل اللي وقع لاختنا هذه من عمنا هذه اللي وقع لها، هذا المشكل اللي وقع لها. كنترجاو من حقوق الانسان يوقفوا مع هذه السيده، وحنا مولي كفاعل جمعويين اللي حاضرين هنا كاملين واقفين مع هذه بنت عمنا وقفه كرجوله، وقفه زعمه، وقفه كبيره ان شاء الله. اللي وقعت لهذه السيده راه ما بغيناه لاي واحد ولا اي امراه، لان هذه بنت عمنا ونموتوا وراها ونموتوا قدامها. وهذا الشيء اللي وقع للعلايات راه ما خدامش حاصلين في المخيمات، ومازال الناس ياسري حاصلين في المخيمات وقع لهم مازال مشاكل. هذه السيده غادي تعاود لنا ان شاء الله من بعد، ان شاء الله غدير معنا واحد القافله ان شاء الله لبلادها حتى هي المغرب، هي تمشي تكيسا ولاد عمها في العيون، وغادي تعاود لهم المشكل ان شاء الله فهمها الى رضا الله. وحنا كفاعل جمعوي هنا والجمعويين كنشكرهم كامل، وتعرضنا لهذه وفرحنا بها اليوم فرحه زينه ان شاء الله. ونتمناو ان شاء الله كفاعل الجمعويين دفاع القضايا الوطنيه والجمعيين يوقفوا معنا كرجل واحد باش ندو هذه السيده اللي منات عمنا في العيون ومنات عمها وعايشتها في العيون، ان شاء الله تعاود لهم المشاكل ديالها ان شاء الله. وحنا جنود مجندين ورجال الملك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد العزيز ميريمي، فاعل جمعوي صحفي منتمي لعدة جمعيات. حنا اليوم فرحانين بأخت خديجة اللي راه مع خوتها ومع المغاربة كاملين اللي فرحانين بها وكيدافعوا عليها. كل شيء قلوبنا معاك، انت راك مثلنا وفيك المرأة المغربية. وهذا العمل اللي الشنيع اللي تعرضتي ليه راه تعرضوا بزاف النساء في المخيمات، نساء مساكين ما عندهمش جرأة باش يهضروا. انت الحمد لله عندك جرأة وهضرتي، ونتمناو بالمجتمع الدولي يعني يساندك، والقضيه نتاعك ان شاء الله تكون قضيه راي عام، وانت كمراه يعني جميع المجتمع الدولي يكون معك ان شاء الله يساندك، وان شاء الله تاخذي الحق نتاعك من هذا المجرم هذا. وان شاء الله كاع النساء اللي راهم محتاجين تندوف واللي مغتصبين ان شاء الله حتى هما يكون عندهم حقوق تاعهم ان شاء الله قريبا عاجلا ان شاء الله. والصحراء مغربيه وستبقى مغربيه، وعاش الملك، وشعارنا الدائم الله الوطن الملك.
السلام عليكم. حيدارة الزهراء، سفيرة النوايا الحسنة ورئيسة الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية المجتمع الذاتي والتنمية المستدامة، ورئيسة الاتحاد العالمي لحقوق المرأة، ورئيسة المنظمة الدولية للدفاع عن الإنسانية. احنا اليوم في باريس جينا نستقبل الأخت خديجة ضحية المجرم إبراهيم غالي. جبناها باش يتعرف المجتمع المدني ويتعرف حقوق الإنسان ويتعرف الهيئات الدولية على معاناة هذه السيدة اللي اغتصبت، وكاين بزاف ديال النساء اللي كيغتصبوا في الصمت. لهذا اليوم جات باش تعطي صوتها، تتكلم بفرنسا. اليوم احنا في باريس اليوم عيد الاستقلال اللي كنهني المغاربة كاملين وعلى راسهم سيدنا الله ينصروا من هذا المنبر. بمناسبة عيد الاستقلال غادي ننظموا وقفة كبيرة على مستوى عالي بمدينة نونسي يوم السبت مع الثانية بعد الزوال إن شاء الله. الإخوان اللي قريب لينا فورباك، ميتس، نونسي، ستراسبورغ اللي بغاو يشاركوا معنا مرحبا بهم. هذه الوقفة كان أولا طالبوا بها بحقوق الإنسان، حقوق النساء بمخيمات تندوف، حقوق الأطفال بمخيمات تندوف، وفك حصار إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف. هاد السنين كاملة اللي كيتكرفسوا كدوز عليهم الطقوس كاملة، الصهد، الشتاء، البرد، الجوع، المرض. يعني احنا اليوم كنقولوا المنظمات الدولية، كنقولوا لهيئة الأمم المتحدة، كنقولوا لهيئة حقوق الإنسان، كنقولوا للبرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، المجتمع المدني الأوروبي بأن كفى من هذا القهر وهذه المعاناة اللي كيعانوها إخواننا المحتجزين في مخيمات تندوف. شكرا أستاذة زهراء حيدارة.